هخليكي بقى النهاردة تعملي الغريبة ب3 مكونات بس، وهتطلع معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، دايبة جدا وفي نفس الوقت متماسكة ومش بشققة ولا اي حاجة خالص، ومن غير بيض، وهتطلع معاكي خطيرة. شايفين شكلها وشايفين طريقة التسوية، هقولكوا كمان النهاردة على طريقة التسوية بتاعتها ازاي، وازاي تخليها بالشكل الجميل ده. يلا نروح على الفيديو ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة بنجيب كوباية الا ربع من السمنة العادية خالص، ممكن تحطيها من العلبة على طول او تجمديها في التلاجة، ده حاجة ترجعلك، يعني كده او كده هنشتغل بيها هتبقى مظبوطه جدا. يبقى هنضيف كوبايه الا ربع من السمنه، خلي بالكم من المقادير علشان تطلع معاكم مظبوطه جدا. هنزل عليهم بقى هنا بنص كوبايه سكر بودره، نفس الكوبايه اللي حطيت بيها السمنه هي اللي بحط بيها السكر، شايفين بالشكل ده. هنزل بقى السكر البودره، وطبعا اهم خطوه في المخبوزات لازم نضرب السكر البودره مع السمنه كويس جدا لغايه اما اللون يفتح معايا كويس، وياخد كده السمنه والسكر قوام الكريمه، شايفين بالشكل ده. ولا هتحتاجي مضرب كهربائي ولا اي حاجه، هو المضرب اليدوي او ممكن كمان ايديكي، مش مشكله ده او ده. شايفه بالشكل ده لون هيفتح كده كويس جدا. بعدين هنزل عليها بنقطتين فانيليا، ممكن سايله او بودر المتاح عندك. هنزل عليهم بقى كده بالدقيق، نزلنا عليهم هنا بكوبايه، وهنزل كمان بكوبايه تانية. هنحتاج بالظبط 3 كوبايات من الدقيق، يبقى المقدار بياخد كوبايه الا ربع من السمنه، بنزل عليه بنص كوبايه سكر بودره، وبنزل عليهم كمان ب3 اكواب من الدقيق، شايفين بالشكل ده. وبعدين بقى بنلم العجينه على طول. احنا المعجنات دي او الحاجات الناعمه دي بتاعه العيد مش بنعجنها جامد، لا احنا يدوب بنلم العجينه بس، علشان ما تعملش معايا عرق وتطلع معايا مظبوطه وكويسه. شايفه بالشكل ده هبدا المها كده لغايه ما تتشكل معايا عجينه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده، شايفين شكلها. هبدا بقى اخد قطعه كده واكورها بشويش زي ما انتوا شايفين، زي ما انت هتحطيها زي ما انت هتلاقيها، مش هتسيح معاكي، مش هتشقق، مش اي حاجه خالص، تطلع معاكي مظبوطه جدا. شايفه بحط عليه هنا سوداني، ممكن تضيفي ملبس حلويات المتاح عندك استخدميه. ده شكله، شايفين. انا طبعا السوداني بعد ما استوى رحت ملوناه بالجليتر بتاع الاكل، فهيطلع معاكي حلو جدا. والجليتر هتلاقيه عند مستلزمات الحلواني موجود عادي. هندخله بقى الفرن، وبعد ما يخرج من الفرن هوريكم بقى شكله ده بعد ما دخل الفرن. شايفين دخل الفرن وخرج ولا شقق ولا فرش معايا ولا اي حاجه، عشان المقادير مظبوطه جدا جدا. شايفين شكل التسويه بتاعته، هو يدوب بياخد تسويه كده من تحت خفيفه، ومن فوق مش بياخد اي لون خالص، بتفضل كده محتفظه بشكلها. شايفين بقى اهو ده الكلام اللي بقول لكم عليه، ان انا لو انت بقى السوداني بالجليتر فاداني شكل جمالي حلو. شايفين شكله. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. شايفين شكله دايب ازاي، حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. باي باي.